حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما استطاع مرض يبرأ بلا بد وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم وآل وصحب سوي العلاء محتاجة الأسقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم همانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر ولا يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست جميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبة تفضلا فنحصى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التعاقب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد
ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واهم وخذ وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المسؤول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى